بدايه من اسوأ ما يكون للنادي الاهلي في بدايه الدوري. اول حاجه عايز اتكلم فيها بعيدا عن التاكتكس والتشكيله اللي ريبيرو بدا بيها اللي هنرجع لها كمان شويه، وهي شخصيه اللعيبه في النادي الاهلي. الاهلي زي اي فريق في العالم اوقات كتير بيبقى واقع، بس اللي بيخلي الاهلي مميز واللي بيخلي الاهلي يكسب ويدوس فيها شخصيه اللعيبه والروح بتاعتهم في الملعب، والغل اللي كل لاعب بيلعب بيه علشان تيشرت النادي الاهلي. ودي الحاجه اللي كانت مميزه عند النادي الاهلي طول عمره، وهي الروح اللي اللعيبه بتلعب بيها. انا النهارده ما شفتش الروح دي موجوده غير في زيزو وياسين مرعي. فاحنا علشان لسه في اول الدوري انا بقولها من دلوقتي، لو مش كل اللعيبه لعبت بنفس الروح دي احنا مش هنعمل حاجه السنه دي. قبل ما تكلمني في تاكتكس وخطط والمدرب ده حلو او وحش، كلمني في روح اللعيبه. النهارده ياسين مرعي وزيزو الاثنين اللي بيلعبوا في الملعب، والباقيين اشباح في الملعب، مفيش حد موجود. الناس اللي شافت الحلقه اللي فاتت انا علقت وقلت على اضافه مساعد جديد معد بدني لجهاز ريبيرو ان كان من الاولى ان احنا نجيب مدرب كرات ثابته، والكلام اللي انا قلته ده هو اللي حصل النهارده بالظبط. انا قلت انت محتاج مدرب كرات ثابته علشان كل فرق الدوري وفرق شمال افريقيا ترجع تركن الاتوبيس ورا وتعمل له بلوك، والكره الثابته هي الوحيده اللي ممكن تحل لك الماتش. وفي ماتش مودرن سبورت حصل زي ما انا قلت بالظبط، رجعوا ركنوا الاتوبيس ورا وعملوا له بلوك، والجولين اللي انت دخلتهم دخلوا من كرات ثابته. نيجي بقى للتشكيل اللي ريبيرو بدا بيه ماتش النهارده، وكانت الكارثه الاكبر بالنسبه لي زي ما توقعنا وجود محمد هاني وقفشه. نبدا بقى بقفشه، والراجل اللي انا قلت في الحلقه اللي كانت بعد ماتش الملعب التونسي في تونس ان الراجل دماغه مش في الملعب، الراجل مش موجود معانا اصلا. وفي الحلقه اللي انا حللت لك فيها ماتشات كاس العالم وانتقدنا مستوى حسين الشحات وقفشه، وقلنا الاثنين مستواهم كان من اسوأ ما يكون، وبعدها انتقدنا قرار الاداره لما قالوا ان احنا بنجدد الثقه في حسين الشحات وقفشه والاثنين مش للبيع اصلا، وقلت ساعتها هي الناس دي بتتفرج عليهم زينا ولا لا؟ والنهارده بنشوف نتيجه الكلام ده، حسين الشحات بره القايمه اصلا وقفشه اسوأ واحد موجود في الملعب. فانا بالنسبه لي وجود قفشه في نص ملعب النادي الاهلي وديانج بره ده كارثه. فانا كلامي دلوقتي موجه لريبيرو، لو انت شايف ان ديانج الراجل بيقطع كور بس وما بيعرفش يطلع بالكوره، فمعلش يعني قفشه ده مش توني كروس ولا مودريتش عشان الراجل يعرف يطلعك بالكوره. قفشه من ابطا ما يكون، والراجل كان بيقتل رتم اللعب في الشوط الاول. وانا شايف ان انت عندك حلول كتير قوي غير ان انت تبدا بقفشه، ده اخر حل ممكن تفكر فيه. انت ممكن تبدا بديانج 6 وتلعب باحمد رضا وبالرمضان 8. لو انت مش مقتنع بديانج خالص وعاجبك احمد رضا، ممكن تبدا باحمد رضا 6 وتجيب تريزيجيه او زيزو حد فيهم يلعب 8 وتخلي بن شرقي يلعب جناح. وزي ما انا ما عنديش تفسير ان انت تبدا بقفشه، انا برضو ما عنديش تفسير ان انت تبدا بمحمد هاني. انا وجهه نظري في محمد هاني مش هتتغير. محمد هاني راجل بيفتقد لكل اساسيات المركز بتاعه. محمد هاني لا بيدافع كويس ولا بيهاجم كويس، الراجل بيعمل عرضيه صح تقريبا كل 100 عرضيه بيعملها. مع خروج قفشه في بدايه الشوط الثاني ونزول طاهر عشان يلعب كجناح يمين، وزيزو هو اللي لعب ثالث في نص الملعب، بقى في رتم اسرع في اللعب وبقى في حركيه اكتر بكتير، وبقينا بنوصل للثلث الاخير بسهوله. برضو حاجه من الحاجات السلبيه اللي لازم نتكلم فيها، مش معنى ان الاهلي تفوق في الثنائيات وتفوقنا في الكرات الثابته ما ينفعش ننسى ان احنا عندنا برضو مشاكل في الكرات الثابته علينا. الجول التالي اللي دخل فينا كانت من كره ثابته برضو، وكان عشان محمد شريف ما ضغطش على اللاعب بتاعهم وسابه يحط الكره بمنتهى السلاسه. محمد شريف اللي طول الماتش مختفي وما لعبش ولا كوره، الكره الوحيده اللي جات له على دماغه وهو فاضي ومرتاح حطها بره. وزي ما قلت لك في الحلقه اللي كانت بعد ماتش الملعب التونسي ان الاهلي عنده مشاكل في الضغط وهو تحت الكوره، وعنده مشاكل اكبر في الضغط العكسي لما بيفقد الكوره. المشاكل دي لسه موجوده هي بالظبط ما اتحلتش. قلت لك برغم تواضع الملعب التونسي اللي كان بيقدر يوصل للثلث الاخير من الملعب الاهلي بمنتهى السهوله رغم تواضع مستواه، فبرضه رغم تواضع مستوى مودرن سبورت والفرق الكبير بينه وبين امكانيات النادي الاهلي، فبرضه كان بيقدر يوصل للثلث الاخير عندك بمنتهى السهوله. وبرغم كده ريبيرو لسه سايب ديانج بره، الوحيد اللي يقدر يقطع الكور بسرعه وبيرجع لك الاستحواذ تاني. فانا كل حاجه ليها علاقه بالمدرب كان عندي عليها النهارده علامات استفهام. احنا كان عندنا النهارده مشاكل في خلق الفرص، وكان عندنا مشاكل في استخلاص الكوره. وزي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت ان ما ينفعش يبقى عندي اجانب اللي هم المفروض انا جايبهم وبياخدوا بالدولار واخدين مكان في القايمه عشان يقعدوا دكه. النهارده كان عندي 4 اجانب قاعدين دكه وواحد بس اللي في الملعب، ديانج واشرف داري واشرف بن شرقي وجرادشار، الاربعه واخدين مكان اجانب والاربعه قاعدين في الدكه في ماتش النهارده. فانا بقولها تاني، الاجنبي اللي انا جايبه لو مش احسن من كواليتي المحلي اللي عندي فيمشي احسن واجيب كواليتي اجنبي احسن منه. الحاجه المبشره اللي طلعنا بقى ماتش النهارده وهي ياسين مرعي، ان شاء الله خامه كويسه ويحل لك مشاكل كتير في الدفاع. فاتمنى ريبيرو يعيد حساباته تاني وتحديدا في قفشه ومحمد هاني، ويكون فهم او حد يفهمه ان كل فرق الدوري هتلعب بنفس الطريقه قدامك وهترجع تركن الاتوبيس ورا، وما يستناش ان هو يلعب ماتش انتر ميامي او بورتو هنا تاني في ماتشات الدوري. وان شاء الله نتمنى الاداء والنتائج يتحسنوا اكتر من كده في الماتشات اللي جايه، عشان صدقني يا عم ريبيرو النتائج والاداء لو ما تحسنوش انت مش هتكمل معانا ليناير. بس كده ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم ابراهيم حسن.